بصي يا عزيزتي، لو بعد 18 سنة جواز هو مازال مصمم على رأيه ده، وهو بيقول ان انتي ست الكل وما فيش حاجة ناقصاكي خالص، وهو مصمم على رأيه وبقاله 18 سنة ما عملوش، يبقى هو غالبا بيتكلم. ولكن هل في رجالة ممكن يبقوا متجوزين ست الستات وما عندوش اي سبب ولا اي دافع ويقرر يتجوز؟ في حاجة اسمها فراغة عين. ممكن يكون قلبه دق لواحدة تانية، الله اعلم. في اسباب كتيرة جدا ممكن تكون ورا حاجة زي كده، ولكن هل الاسباب دي كافية لان احنا اول ما تبان قدام اي راجل اي ست يروح يتجوز جوازة تانية ويهز استقرار البيت الاولاني؟ مش هقول يهده عشان ما حدش يقول ان سماح بتقفش، يعني قفش على الفكرة او بتخلي الستات يقفشوا على مبدأ التعدد، ولكن مما لا نقاش فيه ان اي بيت بيحصل فيه فقرة التعدد بيحصل فيه هزة في استقراره. انا اعتقد ان كل فقهاءنا المعتدلين وائمتنا اللي تطرقوا للجزئية دي ما اباحوش السيناريو ده. مش ده الصح، مش ده اصل اباحة التعدد، ولكن بيحصل. ممكن بقى يتغير. العودة على الراوي، لازم نسأل صاحب هذا الفكر جابه منين، متعلق بيه ليه، وامتى هيغيره؟ الله اعلم. بينك وبين هذا التحقق الدعاء، ربنا يقسم لكم اللي فيه الخير.